بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. من خيرات رمضان كما قلنا أنه لا يخرج أحد من هذا الشهر إلا مغفورا له، لا يخرج أحد من هذا الشهر إلا وقد غفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه ما من عبد يقبل على الله عز وجل في هذا الشهر بصورة من صور العبادة إلا ويخرج مع المغفرة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. طيب، لكن هي المغفرة ليست الحقيقة هي التي ينافس فيها والتي يطلبها من يعرف الحقائق. ليش؟ لأن المغفرة ربما يكون بعدها الذنب، وربما يكون بعدها الإصرار على الذنب. فإذا المغفرة هلأ غفرنا لك، نعمة وفضل كبير من الله عز وجل، لكن ما يطلبه أهل الحقائق وشيء أعظم من المغفرة أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هي المغفرة العموم، وهو العتق من النار. فإذا أردت أن تنافس، إذا أردت أن تطلب، إذا أردت أن ترجو، وإذا أردت أن تسعد بخير رمضان، فعليك أن تطلب العتق من النار. شو يعني العتق من النار؟ العتق من النار يعني أنك اعتدت الإقبال على الله عز وجل، يعني أن قلبك أصبح مرآة تستقر فيها الحقائق، فلا تنخدع بما في هذه الحياة الدنيا من زخارف. النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن لله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان، في رواية 60,000 عتيق من النار، في رواية 1000 عتيق. ودائما احنا بنقول العدد لا عبرة له، يعني مو المقصود العدد، وإنما المقصود الكثرة. طيب، فإذا كانت آخر ليلة من ليالي رمضان أعتق الله تعالى بقدر ما أعتق في كل هذا الشهر. طب ليش كل يوم في عنا؟ ليش مو من أول يوم نعتقهم كلياتهم؟ ليش مو من آخر يوم بنعتقهم كلياتهم؟ لأن كل إنسان على حسب إقباله على الله، على حسب استعداده قبل رمضان، مثل الطبخة يلي عم تستوي، هي أول وجبة استويت، يلا عتق من النار. هذول كانوا مستعدين، مجهزين حالهم، مرتبين أمرهم ومرتبين أمر قلوبهم قبل رمضان. أول ليلة، ثاني ليلة، عتق من النار. في مين شغلته صعبة؟ الثانية، الثالثة، العاشرة، 20، 30، يعني بعدين آخر شيء استويت أموره، آخر ليلة من الله تعالى فأعتق هؤلاء العتقاء. طيب، هذا شو بده؟ هذا بده دائما نتذكر رمضان ليس محطة عابرة في مسيرة الحياة. والله هلأ إجانا رمضان، أقبلنا على الله، استغفرنا، ذكرنا، حضرنا مجالس العلم، خلص رمضان، عدنا إلى عاداتنا، عدنا إلى بطالتنا، عدنا إلى غفلتنا، وكأن رمضان ما جاء. شفت مقطع كتير لقيت فيه عبرة. في واحد مسلم ببريطانيا، في له جارة بريطانية مسيحية. بتعرفوا كيف انه هو كان قبل رمضان مطبل بالدنيا مزبر بالآخرة، فلما جاء رمضان وعرفت انه هذا رمضان هذا عيد عند المسلمين، فهن عندهم بالعيد شو بيساووا؟ بيجيبوا مثلا خمر، بيجيبوا شامبانيا، بيجيبوا انه هذا عيد، مع انه هو بيكون بالاصل عيد ديني، مثل مثلا عيد الميلاد، عيد ديني، بس مع هيك بتلاقي يعني غفلتهم حتى هذا العيد الديني يعني. طيب، فراحت دقت عليه الباب
وجايبت له هيك حاطينه على اليوتيوب، هذا حقيقة، جايبت له أنينة شامبانيا وعم تقول له مثل هيك إنه يعني كل عام وأنت بخير وميري رمضان ومبارك رمضان عليك، وأنا هيك حبيت إني أهديك الهدية بمناسبة رمضان. قال له لا لا لا، قال له لا لا ما بيمشي الحال. شلون هيك ما بيمشي الحال؟ أنا هي رمضان، هذا اللي احنا عنا رمضان هيك 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 هيك. قالت له معناتها حخبي لك إياها لبعد رمضان. حخبي لك إياها لبعد رمضان. هيك لحنا حقيقة انه نحن هيك حخبي لك اياها لبعد رمضان. شوفي عندك هيك مثلا هلا، شوفي عندك شي شغله، والله اذا كان شباب مثلا رايحين عندهم شي لعبه شده، والله هلا خلص خلوها لبعد رمضان، خلوها لبعد رمضان. لعبه طاوله خليها لبعد رمضان. في شي شغله من معصيه الله خليها لبعد رمضان. طيب هذا العتق من النار هذا مبني على انك تخلقت باخلاق رمضان ومشي معك، وكنت قبل رمضان ايضا مستعد فصلح حالك. كان من الكلمات التي يكثر شيخنا رحمه الله سماحة الشيخ أحمد كفتار أن يقولها، كان يقول هذا، كان يقول إذا صلح رمضان صلحت السنة كلها. إذا رمضان كان صح السنة كلها صح. طيب رمضان تبع كل سنة صح، معناتها كل العمر، معناها كل العمر صح. وكان ينشد تلك الأبيات لابن الفارض: في حبكم رمضان عمري كله، كل عمري رمضان في العلاقة مع الله عز وجل، ما بيروح رمضان بيجي رمضان. طيب ولذلك الكلام طويل، لكن نتذكر أنه في معنى اسمه العتق من النار. شو بده هذا؟ بده أن تتخلق، أن تتخلق بأخلاق المؤمن، أخلاق الكمال، بأخلاق الله. في أثر تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله. بدك العتق من النار، شوف أنت أعتق نفسك، أعتق نفسك من كل خلق سيء، من كل ذنب، من كل عيب، من كل شيء لا يليق بعلاقتك مع الله عز وجل، من كل شيء تعرفه في قلبك من عقد النية على المعصية، من عقد النية على المعصية. إذا نظر الله تعالى إلى قلبك فوجد هذا المعنى. كان سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وجده، كان في كل ليلة من ليالي رمضان أو في كل يوم من أيام رمضان يحصي على خدمه، يحصي على عبيده، يقول له أنت عملت هيك سويت هيك أنا برجيك، أنت عملت هيك سويت هيك أنا برجيك. فإذا جاءت آخر ليلة من ليالي رمضان أعتقهم. هو كان عم يقول له أنت عملت هيك من الذنوب، سويت هيك من الأخطاء، أنا برجيك، بس يخلص رمضان، هلأ رمضان ما حعاقبك، بس يخلص رمضان برجيك شو حسوي فيك. طيب فإذا جاءت آخر ليلة من ليالي رمضان أعتقهم، قال له روحوا أنتم عتقاء، ويقول اللهم هؤلاء عتقائي فاجعلني من عتقائك. يا رب هؤلاء عتقائي فاجعلني من عتقائك. سيدنا العباس بن عبد المطلب قال في آخر حجة حجها طلع معه عبيده إلى عرفات، قال اللهم هؤلاء عبيدي وقد أعتقتهم، هذول كانوا عبيد عندي وقد أعتقتهم، اللهم فأعتق رقبتي، فأعتق رقبتي من النار. عتق من النار إخواننا، عتق من النار، خلاص ما عاد فيه. يعني كتب الله عز وجل فلان ابن فلان وفلاني، هذا ما في له فوتي على النار، ما في. إذا بالغلط فات على رمضان، الباب تبع رمضان بيزمير، بيقولون هذا الكود تبعه مو ظابط، في غلط، رجعوه لحتى له باب تاني هذا وله مكان تاني، فوت على الجنة ما في له فوت على النار أبدا. اللهم فإنا نسألك في هذا الشهر في لياليه، نسألك يا رب في هذه الليلة من ليالي رمضان، نسألك يا رب بمنك وباسمك الرحمن الرحيم أن تمن علينا بعتق من النار، وأن تمن علينا بصلاح حال في رمضان يكون يا رب يكون صلاحا لأمرنا ما بقي لنا في هذه الحياة نفس. نسأل الله عز وجل أن يمن بالشفاء على سيدنا الشيخ رمضان بتمام العافية إن شاء الله. وكمان نسأل الله عز وجل أن يمن بالشفاء
على أستاذنا الأستاذ فاروق أغبيق. اللهم انظر له نظرة شفاء وامسح عليه بيدك الشافية وتقبل منا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله.